يا اهلا بيكم. انا كان لازم اعمل الفيديو ده لكذا سبب. اولها ان عايز اطلع من المود اللي انا فيه بسبب ضغط الكورس، وتاني حاجه ان الريتش بتاع القناه بينزل، فقلت اعمل الفيديو ده اقول لكم ايه الجديد واتكلم معاكم شويه ونجاوب على اسئلتكم. واكتر سؤال بتسال لي الكورس هيخلص امتى وليه اخد الوقت ده كله. طيب انا خلصت الكورس بنسبه 80%، شغال على حاجه محترمه. مش هقدر احرق اي حاجه دلوقتي، خليها مفاجاه. بس اللي اقدر اقوله لكم ان كل حاجه تتخيلوها عن البلو برنت بخصوص مجالنا موجوده في الكورس ده كورس بلو برنت، وده معناه اننا هنتعمق قوي في تفاصيل البلو برنت، مركز فيه جدا وشرحه بالتفصيل وشرحه من الصفر، ومغطي كل حاجه محتاجينها واكتر في المجال بتاعنا. ليه اخد معايا الوقت ده كله؟ لاني طماع، عايز اقدمه بطريقه معينه ويوصل ليكم بشكل معين. ما انا استويت عايز اخلص. على فكره انا كان ممكن اخلص الكورس في شهرين، بس انا مش عايز اعمل حاجه عاديه. مش عارف هتفهموني ولا لا. انا عايز انقل الاظهار لمستوى تاني، عايز اعمل طفره في الاظهار. ما اعرفش، انا دماغي كده، ده انا طول الوقت بفكر في كده، وده السبب على فكره اللي مأخرني في حياتي. فكل اللي اقدر اقوله لكم اني هقدم لكم حاجه محترمه زي ما وعدتكم، فيها خلاصه خبراتي وتعب سنين في دراسه وبحث عن حلول وشغل عملي في السوق موجود في الكورس ده. حقيقي الكورس يستاهل الوقت اللي خده، وكان لازم يتقدم بشكل منفصل عشان ياخد حقه، وان شاء الله تعرفوا كل حاجه بالتفصيل لما اعلن عنه. خلينا نجاوب بقى شويه على اسئلتكم، بما ان دي حلقه اسئله. انا جاوبت على اول سؤال. تاني سؤال معانا من احمد صاوي، بيقول عايز حلقه افهم منها ايه الحاجات اللي في الانريل اللي بتسبب في التحميل على الرامات والبروسيسور وبتاثر على اداء الجهاز وازاي نتغلب عليها. فعلا عايز حلقه كامله. اشمعنى اخترت الرامات والبروسيسور ما قلتش كارت الشاشه؟ سؤال فني. تعرف ان سؤالك مهم جدا. طيب بما انك سالته وفتحت الموضوع، خلينا نغطي احتياجات الانريل او متطلبات الانريل كلها بالمره، بحيث انا لو عايز اشتري جهاز ايه الحاجات اللي اركز عليها واختارها عشان الانريل يشتغل معايا بسلاسه، لاني بتسال كتير في الموضوع ده. طيب انا مش هتكلم عن فنيات تقنيه معقده ومعادلات رياضيه، في قنوات متخصصه في الموضوع ده بتتكلم احسن مني. انا هشرح بطريقتي واللي اعرفه عن احتياجات الانريل، لاني عارف الانريل عايز ايه بالظبط، وده لاني تعرضت لمشاكل كتيره وعرفت حلها. فهتكلم من وجهه نظري كارتست برسبكتيف وكمستخدم بي سي طول حياتي. اولويات احتياجات الانريل عشان تعرف تشتغل عليه بالترتيب ده. اول حاجه كارت الشاشه، تاني حاجه البروسيسور، تالت قطع الرامات. ايوه البروسيسور والرامات مهمين مش بس كارت الشاشه. رابع قطعه هارد الاس اس دي اللي عندك في السي درايف. نبتدي بكارت الشاشه لان دي اهم قطعه في الجهاز. الانريل انجن معتمد عليها اعتماد كلي، والريل تايم اللي بتشوفه قدام عينيك مبني على اداء كارت الشاشه بتاعك. ده هيأثر معاك في عدد الفريمات والحركه في الفيو بورد. في حاجه مهمه جدا في كارت الشاشه اسمها الفي رام، الفيديو ميموري. ايه هي الفي رام وايه الفرق بينها وبين الرامات العاديه؟ سريعا بس كده عشان تعرف وظيفته. طيب كلنا عارفين ان البروسيسور بيعتمد على الرامات في العمليات اللي بيقوم بيها. كل ما زاد الرامات والمعاملات اللي بيتم معالجتها بتكون اسرع، يعني الرامات موظف عند البروسيسور. طيب هل كارت الشاشه بيستخدم الرامات دي؟ لا، انا ممكن اخليه يستخدمها، لكن هو في رامات خاصه فيه واللي هي الفي رام. لو الفي رام دي قليله هتجيلك كل شويه الرساله دي، وكراشات كتيره غيرها هتجيلك. ومش بس كده، لما الفي رام بتاعك مساحته تخلص الفيو بورت بتاعك مش هتعرف تشتغل عليه نهائي، لانه بيبقى فيه معلومات كتيره قوي في الفي رام بتاعك اللي في كارت الشاشه ما يقدرش يعالجها في نفس الوقت. انا انصح انه ما يقلش عن 8 جيجا اقل حاجه في مساحه الفي رام اللي موجوده في كارت الشاشه، وكل ما زاد كل ما هيكون احسن طبعا. ولو قدامك اختيارين زي دول، كارت الشاشه اقوى من التاني بس الفي رام اقل، لا اختار اللي فيه في رام اعلى. ايه فايده قوه كارت الشاشه لما كل شويه يعمل لي كراش؟ فهمت يا احمد؟ وخد بالك ان الفي رام عاده بتبقى اقل من الرامات نفسها اللي في الجهاز، لان الرامات اللي موجوده عندك تقريبا بتعمل كل حاجه. ولو عندك الفي رام اللي في كارت الشاشه قليله، بلاش تخلي كارت الشاشه يستخدم من الرامات بتاعتك. في فيديوهات على اليوتيوب بتشرح ده، بلاش تعمل كده. والاحسن انك ترقي كارت الشاشه بتاعك واستثمر في كارت الشاشه قوي، لان دي اهم قطعه واغلى قطعه في الجهاز. خد بالك من الفي رام بتاعه، لان كل ما زاد حجم الجرافيك والرسومات اللي بتظهر قدامك. ده بالنسبه لكارت الشاشه. بالنسبه للبروسيسور، ايه دوره في برنامج الانريل انجن؟ هل حصل معاك وانت بتفتح البرنامج قعد فترة طويلة بيعمل كومبايلنج شيدرز، ولما فتحت البرنامج قعد يحمل الاستاتيك ميشز وقعد بتاع 5 دقايق يعمل كومبايلنج، ولما جيت تعمل بيك لايتنج واللي هشرحه بالتفصيل بس بعد الكورس طول معاك وقعد بال4 ساعات؟ كل ده بسبب البروسيسور، لان الانريل انجن بيستخدم وحده المعالج السي بي يو وهو بيعمل كومبايلنج، وكل ما عدد الكورز كتر كل ما هيكون افضل، لان هيوزع عمليه الكومبايلنج على كل كور من دول. على فكره مش لازم تجيب بروسيسور خارق، انت لو جبت بروسيسور فوق المتوسط كور اي 7 16 كور هيفي بالغرض. نخش على الرامات وهقول لك الرامات مهمه في ايه. الرامات هتحس بقيمتها لما تعمل حاجه فيها سيميوليشن، او لما تعمل بروسيدرال فوليج او بروسيدرال فورست، انك توزع شجر او صخور او اي حاجه على مساحات كبيره. ده لو تعمل لارج انفايرمنت اند اوبن وورلد، انك تعمل بيئه كبيره وعالم مفتوح، وجيت تلعب في الاعدادات وزودت عدد الشجر وانت راماتك قليله هتلاقي حصل كراش. ولذلك بننصح ان الرامات ما تقلش عن 16 جيجا. ريكومندد 64 جيجا هيكون ممتاز. في رامات قليله كراشات كتيره، رامات اكتر هنزود في الاعدادات من غير ما نخاف.
تخاف. ده باختصار فايده الرامات في الانريل. نتكلم بقى شويه عن وحده التخزين، تحديدا هارد الاس اس دي اللي فيه الويندوز والبرامج بتاعتك. مهم جدا تكون مساحته كبيره لاسباب كتيره جدا، اولها ان اي مكتبه بتحملها او بتشتريها بتتخزن عندك في السي، من تكتشر عملاقه، من ماتيريال هاي ريزوليوشن، من 3 دي موديلز اللي موجوده في الميجا سكان واللي هو بقى فاب دلوقتي، كل ده بيتخزن في السي درايف. تاني حاجه ان في بعض العمليات في الانريل بتتطلب مساحه كبيره في السي. من تجربتي الشخصيه لما جيت مثلا عملت بيلد لايت لقيت مساحه السي اتملت في الوقت اللي بعمل فيه بيلد، وبعد ما خلص رجع تاني. ففي بعض الحالات كده وانت شغال هتلاقي السي عالي. الحاجه الثالثه والمهمه جدا واللي محدش اتكلم عنها خالص، انت بتخزن المشروع بتاعك في الهارد اللي هو الاتش دي دي، وبتفتح المشروع وبتشتغل عليه وانت حاطط المشروع على الهارد الاتش دي دي. وهنا المشكله، هارد الاتش دي دي بطيء مش سريع. هتلاحظ ان ساعات بيبطأ كده وبيبقى فيه لاج وانت شغال على المشروع وجهازك كويس. فاثناء وانت شغال حط المشروع بتاعك على الديسكتوب واللي هو متخزن على الهارد الاس اس دي، وده هارد سريع جدا. هتحس ان المشروع سلس وسريع ومفيش اي لاج وانت شغال. خلص مشروعك خزنه بقى زي ما انت عايز. بالنسبه لمساحه الهارد الاس اس دي ما تقلش عن 512 نهائي. 256 ما تنفعش. 1 تيرا ممتاز. اهو ده كل ما تعليه يكون احسن. وبس دي متطلبات الانريل انجن عشان يشتغل بسلاسه وتعرف تشتغل عليه، عشان اللي عايز يشتري جهاز ياخد باله من الحاجات دي. معنا سؤال كمان من هبه مصطفى، هل نقدر نحترف الانريل انجن في فتره قصيره؟ نعم، انا شغال على الموضوع ده، انا بمهد للموضوع ده من بدري. انت طالما المعلومه قدامك جاهزه ومترتبه، يعني مش عماله تاخدي المعلومه متبعتره من كل حته، قدامك المعلومه جاهزه وكامله، اعرفي انك هتتعلمي اي حاجه في وقت قصير. واسعار الشغل على الانريل انجن، لا الاسعار كويسه وكويسه جدا. انت مش بتتعاملي مع عميل عادي، انت بتتعاملي مع عميل اي كلاس. انت عملتي تصميم للمشروع بتاعك، وعملتي صور وانيميشن، وعملتي يوزر انترفيس، صممتي يوزر انترفيس. ده مجال لوحده. في مجال اسمه يو اكس اند يو اي ديزاين، المجال ده موجود هنا. وهتشتغلي على البلو برنت، انك تعملي برمجه معينه على حسب احتياج العميل عشان يبقى انتراكتيف مع المشروع بتاعه باشكال كتيره جدا. البرمجه بحر كبير، وده انا شرحه بالتفصيل داخل الكورس. فكل دي حاجات لها ثمن وسعر طبعا، يعني سبيشال برايس فور سبيشال اوردر، وده ليه زبونه. معنا سؤال تاني من مصطفى محمود، معلش يا باشمهندس ممكن تنزل فيديو تعريفي على اليوتيوب عن فايدة الكورس واقدر استفيد منه في ايه، عشان انا مش فاهم الكورس ده اقدر اعمل بيه ايه واستفاد منه بايه كانتيريور ديزاين، واسف على الاطالة. حلو، سؤال حلو، بس انا مش هجاوب على السؤال ده دلوقتي. اجابه السؤال ده هتعرفه لما اعلن عن الكورس، عشان مش عايز احرق المفاجاه. فلما اعلن عنه هشرح كل حاجه بالتفصيل. ناخد سؤال كمان من محمد حامد، لو الكورس برضو يكون شامل الانريل كله يبقى تمام، انا لسه جديد في الانريل. قصدي ازاي تبدا مشروع وتحط اضاءه وماتيريال وريندر، فاكر انت ال11 نقطه اللي ذكرتهم؟ لو عايز تتعلم الانريل، داتا سبيس، ماتيريال، اضاءه، سيكوينسر وغيرهم لحد ما تسلم العميل. قصدي ان الكورس يكون شامل كل حاجه، ساعتها هيكون كورس محترم جدا. وانا عارف انك بتحب تدي الحاجه فوق حقها، بس لو لميت كل النقاط دي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليك. انت عايز كورس كامل، ومين قالك يا محمد الكورس مش كامل؟ الكورس كامل بس نصه مجاني على اليوتيوب ونص التاني في كورس مدفوع. دي كل الحكايه، وكده احسن. عارف ليه؟ عشان البلو برنت ياخد حقه وتعرف يعني ايه بلو برنت كويس جدا. انت عندك 5 دروس على اليوتيوب، انت عارف ان دول كورس مكثف كامل للانريل انجن ما عدا البلو برنت، وطبعا الفيديوهات دي هتكتر واي جديد هطلع اتكلم عنه. يعني عندك كورس مكثف باستمرار، ناقص ايه؟ البلو برنت. على فكره انا اكتشفت ان ما ينفعش الواحد يعمل كورس واحد للانريل انجن، لان هيبقى فيه كروته لحاجات كتير، لانه هيكون كورس ضخم جدا. والحمد لله انها جت معايا كده عشان نركز على البلو برنت. فاتفرج على الدروس كاملين وبالترتيب، لاني شرح البرنامج من البدايه لحد الاحتراف. سؤال كمان من هارون ياسر، البورتفوليو واي حاجه ليها علاقه زي شكله وترتيبه، ولو عندك نصايح نعملها فيه وايه اللي ناخد بالنا منه، وجزاك الله خير. سؤال حلو. طيب انا هتكلم بشكل عام عشان الموضوع ده عايز حلقه كامله. دلوقتي انا اتعلمت نجيب بقى عملاء منين من غير بورتفوليو، ونعمل بورتفوليو ازاي واحنا ما عندناش عملاء، يعني البيضه الاول ولا الفرخه؟ بص يا معلم، احنا في زمن المنافسه فيه عاليه جدا، فاول حاجه لازم تكون مميز في اللي بتعمله، والا هيبقى زيك زي اي حد. ده رقم 1. تاني حاجه، انا مش حابب موضوع اني اقلد، ولكن انك تشوف بروفايلات تانية لنفس المجال وتتعلم منها تنظيم المحتوى في البورتفوليو واي منصه بيستخدموها. يعني هل عاملين سي في في ملف PDF ولا عاملين ويب سايت؟ دي حاجه مهمه، انك تتفرج كتير وتتابع الجديد وتركب الموجه. واقول لك انا تجربتي الشخصيه في الموضوع ده، انا عايزك تعمل كل حاجه. تعمل CV ورقي، واحد بالعربي وواحد بالانجلش، وتحط كل واحد في ملف PDF. ويا سلام لو تحط لينكات العميل يدوس عليها عشان يوديه لحساباتك، ده في الPDF نفسه. واعمل حسابات على كل البلاتفورمز بطريقه شيك ومنظمه، وحط فيها سابقه اعمالك، لان سابقه اعمالك هو تاريخك، هو اثبات وجودك وبصمتك في مجالك. وفي مواقع بتقدم لك خدمه انك تعرض اعمالك عليه، على راسهم LinkedIn، ده لازم يكون عندك حساب عليه.
وبيهانس من المواقع القويه جدا. انا ساعات بخش على بيهانس بتفرج على الاعمال المعروضه، تغذيه بصريه، بتفرج وبتعلم. وموقع بنترست من اقوى المواقع اللي بتعلم منها، تقدر تحط اعمالك عليه. كل المبدعين اللي في العالم حاطين اعمالهم في الموقع ده. وكمان موقع دريبل تقدر تحط اعمالك عليه، مين عالم ممكن الرزق يجيلك منين. وعندك موقع سكتش فاب تقدر تحط عليه اعمالك اللي عملتها 3D، ملف 3D نفسه ترفعه وتعرضه. وموقع ارت ستيشن ده لل 3D ارتست اكتر من المهندسين. واخر حاجه انك تعمل ويب سايت تقدم نفسك عليه وتعرض اعمالك فيه. وفي مواقع بتقدم لك خدمه انك تعمل تصميم الويب سايت بتاعك بشكل مجاني، او انك تعلي الليفل شويه وتشتري دومين وتحجز هوست وتعمل ويب سايت متكامل فروم سكراتش. وكل ما تعمل حاجه جديده سجل الشاشه وفرجنا وفرج العميل. كل دي حاجات بتدي ثقه واريحيه للعميل انه يثق فيك ويسلمك المشروع وهو مطمن. وهنتكلم بقى عن الموضوع ده باستفاضه اكتر في حلقه مخصوصه. ناخد سؤال كمان من هاني طه، لو سمحت يا هندسه الباكجينج. يا معلم الباكجينج انا شرحتها، انت كده ما اتفرجتش على الدروس بتاعتي. وصحيح انا لاحظت ناس كتيره جدا متفرجه على فيديو او 2 بس وفاكرين ان هم دول بس اللي موجودين، وبيسالوني اسئله اجاباتها موجوده. انا عامل 5 دروس، دول عباره عن كورس مكثف كامل للانريل انجن في اطار المجال بتاعنا، ما عدا البلو برنت اللي اعلن عنه قريب ان شاء الله. قبل ما تاخدوا كورس البلو برنت اتفرجوا على ال5 دروس دول بالترتيب، هتلاقيهم في حسابي على قوائم التشغيل في جروب اسمه كورس الانريل انجن. ولو فتحت اي فيديو من الفيديوهات، لو نزلت تحت شويه هتلاقيهم معروضين في الديسكريبشن تحت. بخصوص الباكجينج هتروح للتشابتر ازاي تعمل باكجينج، هتلاقيني شارحها بالتفصيل. وبرضه خليني اجاوب على سؤالك دلوقتي سريعا كده. انت اول حاجه هتسطب الاس اس دي، تاني حاجه النت كور، واخر حاجه واهم حاجه الفيجوال ستوديو. ودول لازم يكونوا متسطبين عشان في حزم بيحتاجها الانريل انجن، حزم بيانات لمعالجه مشاكل كتيره في عمليه الباكجينج انت في غنى عنها. واكيد طبعا يكون البلو برنت بتاعك سليم ومعمول له كومبايلنج بشكل صحيح. حاول ما يبقاش في عك في البلو برنت بتاعك، يبقى كومبايل وسيف تمام. وحاول ما يبقاش في حروف عربي في البرنامج، كل حاجه تكون انجلش. وخلي اسم فولدر المشروع نفس اسم ملف المشروع، يعني الفولدر اللي بره نفس اسم الملف. دي حاجات تافهه بتعمل مشاكل في الباكجينج وبس، امورك كلها تبقى تمام ان شاء الله. معانا سؤال كمان من مؤمن خالد، الريفليكشنز ازاي تبقى رياليستيك والسواد اللي بيظهر انعكاس المرايه. اهو مؤمن ما اتفرجش على فيديوهاتي يا جدعان. طب والله لا اروح للقناه. الكورس الداخلي في السكشن بتاع اعدادات اللومن في الدقيقه الساعه الثالثه 22. هنا كنت بحل مشكله المرايات. شايفين السواد ده؟ مش ده اللي قصدك عليه؟ السواد اللي في الانعكاسات والمرايات بحلها من هنا. بعلي اللومين سين ديتيل اللي في البوست بروسيس فوليوم، وهتلاقي ظهرت لك التفاصيل اللي كانت مخفيه او اللي كانت لونها اسود بالشكل ده. وكمان حلينا مشكله النويز اللي ظاهره هنا. اتفرج يا مؤمن على ال5 دروس كاملين وبالترتيب. هو الفيديو طويل بس دسم جدا جدا وبدون اي اطاله ومتقسم لتشابترز. امسك فصل فصل وافهمه كويس. انت لو خدت اي كورس هتتفرج على الحاجات دي في 50 60 فيديو، انا عملتهم في 5 فيديوهات شرح مفصل مكثف. انت لو عديت دقيقه فاتك حاجات. بص لدرجه قد ايه. فانا كنت حريص ان اخليك تتفرج على فيديو واحد يغنيك عن اسبوعين دراسه، ده لو انت بتذاكر يعني. فذاكر بقى. انت لو تبطل ببجي كان زمانك خلصت وعرفت الريفليكشن. ذاكر يا مؤمن انا شايفك. سؤال كمان من مي عمر، نعمل ازاي اعلانات الفي اف اكس اللي بيعملها بلندر على الماكس، بلندر او الماكس والافتر افكتس، لان السوق دلوقتي محتاجها جدا. انا فهمت سؤالك، انت تقصدي 3 دي ادفرتايزنج اللي هو اعلانات المطاعم وادوات التجميل والحاجات دي كلها، اللي هي الفيديوهات اللي على التيك توك اللي فيها بلالين بتطير وسندوتش البرجر اللي نازله بالباراشوت والدوناتس اللي نازله على برج القاهره، صح كده؟ هذا 3 دي ادفرتايزنج هو فعلا من تصنيف الفيجوال افكت. الموضوع بسيط جدا. دي تقنيه اسمها الماتش موفينج، فكرتها انك بتدمجي ال 3 دي اللي انت عاملاه في الفيديو بتاعك، وانت وشطارتك في 3 دي بتعرفي تطيري قماش، بتعرفي تعملي ريجنج بسيط، بتعرفي تعملي سيميوليشن، يعني مثلا باب بيفتح بيطلع منها كور كتيره. وبالمناسبه انا شرحت تقنيه الماتش موفينج في فيديو اسمه ازاي تحط تصميم 3 دي في فيديو. الفيديو هيظهر في الايل اللي فوق هنا وهسيبه لكم تحت في الديسكربشن. وبرضه هنتعمق اكتر في الموضوع ده لانه بقى ترند دلوقتي وبيطلب كتير ومطلوب في السوق. حلقات الاسئله بتحرق الافكار بتاعتي. معنا سؤال كمان من احمد ممدوح، لما يخلص البلو برنت واخرج الفايل EXE بيشتغل في جهازي كويس، بس لما بنقله لجهاز تاني الميديا مش بتشتغل فيديو او صوت، حلها ايه؟
لا انت كده عامل حاجه غلط في البلو برنت. انت لو شغلك صح في البلو برنت، الباكجينج او الاكسكيوتابل EXE هيشتغل على اي جهاز بشكل طبيعي، والفيديوهات هتشتغل. راجع البلو برنت بتاعك وتاكد ان شغلك مظبوط، وشوف هل انت حاطط ملف الفيديو في الباس بتاع الموفي ولا لا. خلينا ناخد كمان سؤال. محمد سلامه بيسال ازاي اخفي عنصر موجود في المشهد وقت الرندر عشان لما بقفل العلامه اللي قدامه الاوتلاينر، عشان لما بقفل العلامه اللي قدامه بيختفي قدامي، مثلا زي كرسي، ولما برندر حركه الكاميرا بيظهر. احنا بنعمل كده في السيكونسر. امسك الكرسي حطه في السيكونسر وطلع الاوباسيتي واخفيها، ده لو انت عايز تخفيه على طول، فتقدر تخفي اللي انت عايزه من السيكونسر. عايز تظهر وتخفي حاجه في الانيميشن في السيكونسر، عايز تعمل حركه انيميشن معينه من السيكونسر اللي انت حطيت فيه الكاميرا وعملت منها الانيميشن بتاعك زي ما اتعلمنا. هنبقى نعمل نماذج مختلفه للانيميشن من السيكونسر عشان نتعمق في السيكونسر اكتر. سؤال كمان من طه عجاج بيقول أفضل الطرق لتطوير المستوى في برنامج الأنريل إنجن ومن ثم مواكبة الصراع الحاصل في طفرة 3D مع استخدام التريكات المهمة داخل الأنريل. ولك جزيل الشكر والعرفان مهندس عمرو. حبيبي ربنا يخليك. هقول لك لا خلاف على انك تتعلم الانريل من مكان موثوق منه بحيث ما تضيعش وقت، لانه برنامج كبير ومهم. عشان تعلي مستواك لازم تتعرف على امكانيات البرنامج من خلال مثلا وانت بتتفرج على اليوتيوب لقيت واحد عارض المشروع بتاعه بطريقه مختلفه وحلوه قوي وعجبتك، تبتدي بقى ان انت انا عايز اتعلم الطريقه دي، انا عايز اوصل للمستوى ده. يعني انا كنت كده، لقيت حاجات عجبتني وقعدت ادور عليها وقعدت اخد كورس هنا وكورس في ده وكورس في ده، وكنت اخش على الانريل انجن ديفلوب كوميونتي اشوف حلول. يا جماعه ساعدوني، كنت بتعلم، وكان وقتها ما كانش في حد بيشرح الانريل كويس. يعني انا لفيت شويه حلوين. فالخلاصه اتفرج على تريكات جديده وحاول تتعلمها، هيفرق معاك كتير. واحنا معاك، يعني انا فاضي، انا قاعد لكم على اليوتيوب هنا، بس اخلص الكورس بتاعي ونرجع تاني للقناه. ناخد سؤال كمان من عبود جلال. بالنسبة لنظام البلو برينت في الأنريل في مجال الهندسة المعمارية، ما هي الأشياء التي نحتاج إلى تعلمها في هذا النظام؟ الأشياء التي نحتاج إلى تعلمها في هذا النظام سنتعرف عليها داخل الكورس الذي أعمل عليه والذي لا أريد أن أحرقه ليكون مفاجأة للجميع. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. أنا عايز لما أرجع هنا أرجع بحاجة قوية، وهدفي إن الناس كلها تستفيد منها وقناة الأشباح دي تكبر شوية. طبعا عملت تتفرج وما عملتش لايك ولا اشتركت في القناة، مش عارف ليه، قولوا لي في التعليق ليه. وبس كده، اشوفكم الكورس الجاي. سلام.